السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معاكم أبو رحمة من إسماعيلية. أنا معايا شوية أحجار اللي انتوا شايفينها في الصورة دي، عايز أفرجكم عليها وعايزكم تقولولي إيه رأيكم. بس زي ما اتعودنا كده في كل فيديو، قبل بحب أحذر الناس برضو اللي هي يمكن أول مرة تشوفني أو أول مرة يعني تسمع ليا فيديو أو كده. يا جماعة مفيش حاجة اسمها الأحجار الكريمة، يعني ده حجر لا بينفع ولا بيضر. مفيش حاجة اسمها إن الحجر ده عليه خدمة. مفيش حاجة اسمها الحجر ده بيجيب الرزق. مفيش حاجة اسمها الحجر ده بيجيب المحبة. أنا في كل فيديو بقول الجملة، بقول اللي يملأ عليا ضميري بصراحة، اللي أنا يعني أصل في ناس كتير بتروج للأحجار اللي عنديها، بيبقى عنده أحجار وعايز إيه، يقولك الحجر ده بيجيب الرزق، الحجر ده بيزود المحبة، الحجر ده مش عارف بيعمل ايه الحجر. يا جدعان، احنا نرجع لعصر الجاهلية عشان تبيع شوية أحجار تقعد تروج لهم بالكذب؟ حرام يعني. فيا جدعان يا ريت كلنا نخلي بالنا. الحجار الكريمة معلش حاجة للزينة، اه حجر كريم، حاجة جميلة ممكن تقتنيها، ممكن تقعد معاك بدل السهم يعني. ممكن مش قادر اقول لك ان ممكن تقعد ملايين السنين. يعني الحجر ده أقسى حاجة موجودة على الأرض، أقوى حاجة موجودة على الأرض في التعامل البيئي. الحجر ممكن يقعد ملايين السنين. إنما موضوع السحر والحسد ده والله كل ده حاجة بتاعت ربنا. تمام؟ فما تقتنعش اللي يقولك سحر والكلام ده، ما اسمع من هنا وطلع من هنا. ما فعايز افرجكم بقى على الاحجار اللي معايا ديت. انا معايا شويه احجار عقيق واحجار من السترين. تعالوا وريني كده. افرجكم عليها على الضوء، لان دي احجار يا جماعه، دي احجار كلها خام، لسه ما اتسقلتش ولا اتعمل فيها اي حاجه. دي كلها احجار خام. ده حجر من العقيق، ده حجر عقيق اصفر في بقع حمراء. احجار كلها يا جماعه، كلها ما فيش يعني، يا دوبك ان هي اتغسلت بميه بس، متعملش فيها اي حاجه تاني، ولا اتقطعت ولا اتسقلت ولا اي حاجه. شوف بقى جمالها مع في الضوء. سبحان الله، شوف جمال الحجر. الكشاف مش عايز يتفرج. وده حجر عقيق احمر يا جماعه. حجر العقيق ده يا جماعه من القساوه بتاعتها من 6.5 ل7 درجات على مقياس موس. انما يعني هي دي يعتبر بيتقال عليها شبه كريم. يعني حجر العقيق شبه كريم، مش حجر كريم، لا هو شبه كريم. الأحجار الكريمة بتتكون من 4 أحجار بمعنى أصح يعني، اللي هو الماس والزمرد والياقوت والزفير. دول اللي بيتقال عليهم ايه، دول دي أحجار كريمة. تمام. الباقي بقى ايه، بيبقى ايه من فوق 7 درجات بيتقال عليه برضه حجر كريم. تمام. انما من 7 درجات وانت نازل بيتقال عليه شبه كريم او حجر جميل. ده يعني ده بص، ده حجر عقيق احمر. سبحان الله.
شوف جمال الحجر، سبحان الخالق الوهاب. كل جمال الحجر ده بقى ايه؟ يظهر معاك بعد ما يتقطع ويتسقل. والشوب سبحان الله. سبحان الخالق الوهاب. وما تلاقيش واحد يعني ما فيش واحد بتاع احجار ما بيحبش حجر العقيق. يعني كل بتوع الاحجار، اي واحد بيخش المهنة دي من حبه فيها، اكتر حجر بيحبه الحجر العقيق. سبحان الله، بيبقى ليه اشكال كتير واحياد كتير، وهو موجود. يعني هو اللي مخليه اسعاره رخيصة شوية، تمام، ان هو موجود. انما هو لو مش موجود، تمام، كنت هتلاقيه باسعار خيالية. ده حجر برضه عقيق اهو. شوف سبحان الله. سبحان الخالق الوهاب. ده برضه حجر عقيق، بس شوف بقى جماله، شوف النقشة اللي عليه. في ناس بقى بتلعب على الأشكال والألوان اللي بتبقى في الحجر، فاهم، مع الصقل. يقول لك ده فيه عين، ده مش عارف، ده بيشيل الحسد، ده بيجيب الرزق. طب وده لو بيجيب الرزق، انت هتبيعه ليه؟ طالما حاجة بتجيب لك الرزق. ربنا هو الرازق، ربنا عز وجل هو الرازق. هو الحجر ده يرزقني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. اللي بيرزق العباد رب العباد، هو اللي خلقهم، هو اللي بيرزقهم. سبحان الله. والله يا جماعة، في مرة لقيت واحد جايب كام حجر كده معاه، يقول لك انت لو طالب داخل امتحان، يبقى البس الحجر ده. ولو انت داخل محكمة، خد الحجر ده، هيساعدك في مش عارف الحكم اللي عليك، وده هيساعدك في الدراسة، وده هيساعدك في المحبة، وده ايه يا جدعان؟ انتوا بتتكلموا في ايه؟ في ايه؟ انتوا هتخلوا الحجر ده يتحكم في البني ادم، في حياة البني ادم؟ البني ادم يا جماعة يعني اعظم مخلوق خلقه ربنا على وجه الارض. الحجر ده بقى اللي هينفعه ويضره. النفع والضر هو الله. اعظم مخلوقات على وجه الارض هو البني ادم، وكل العالم ده، كل المخلوقات متسخرة ليه. ربنا سبحانه وتعالى مكملها، يعني مكمل له الكون ده كله عشان خاطر البني ادم. فحتة حجر بقى ده اللي هيرزقني لا، الأحجار الكريمة دي حاجة جميلة، حاجة تقطنيها، حاجة تقعد معاك ملايين السنين، ما تتأثرش لا بعمايل جو ولا بأي حاجة. مفيش أي حاجة. يعني أنت لو جبت حديدة دلوقتي وحبيت تخدش بيها الحجر كده شمال ويمين، حديد يتاكل وهو ما يجرالوش حاجة. يعني الحديد، طبعا الناس مفكرة إن الحديد ده أقوى حاجة على الأرض. لا، الحديد بيتاكل، تمام، والحجر ما يجرالوش أي حاجة. بصوا، زي رسمة عيني. يعني انا ممكن اقعد، لا ازاز ولا حديد ولا اي حاجة تأثر في الحجر، في الاحجار الكريمة.
عشان كده بقولك ممكن تقعد معاك ملايين السنين ولا يجرى لها اي حاجة. انما اي معدن يعني الدهب لو قعد ممكن يتاكل، واقل حاجة تخدشه، واقل حاجة تبوظه. يعني الدهب مش مجوهرات، الدهب معدن. المجوهرات هي الأحجار الكريمة، اللي هم الأربع أحجار اللي أنا قلت لكم عليها، اللي هم الزفير والزمرد والياقوت والماس. والباقي بقى بعد كده إيه؟ أحجار كريمة. من فوق 7 درجات أحجار كريمة، ومن تحت 7 درجات شبه كريمة. وفي حجر بيختلف عن حجر، يعني مثلا إيه؟ حجر شفاف غير لما يكون حجر عاتم. يعني حجر شفاف زي كده، بص، من قبل ما يخش من قبل ما يجي على الضوء بيتوهج. تمام. غير مثلا حجر قاتم شوية زي كده هتلاقيه قافل. ف... ده في انفصال للضوء جميلة، بس في حجر بيفرق عن حجر، يعني نفوذة الضوء والشفافية بتاعت الحجر بتفرق. وبرضه لما الحجر يبقى خالي من الشوائب وخالي من التصدعات اللي هي الشروخ يعني ايه. وبرضه الأحجام، كل ما الحجر بيبقى كبير حجمه أكبر كل ما سعره بيغلى. يعني الأحجار، طبعا الدهب كله عارف إن الناس كلها عارفة إن الدهب بيتباع بالجرام. لا، الأحجار دي بتتباع بالقيراط. ال5 قراريط جرام. يعني شوف بقى قد ايه، ال5 قراريط تمام جرام. ممكن القيراط يبقى مثلا بيوصل لحد 200,000 جنيه و300,000 جنيه قيراط. بس هنا ده برضه حجر عقيق. هو كان لسه هيكتمل بلورات من جوه. حجر جيد من العقيق. سبحان الله. حجر برضه زي ده كده، حجر عقيق جاي طبقات. حجر جذعي، حجر عقيق جذعي. شوف سبحان الخالق، جاي طبقات طبقات. ده برضه حجر عقيق. شوف سبحان الله الرسمة والأشكال في الحجر. سبحان الخالق. ده حجر عقيق أحمر. بس شوف بقى الحجر دوت، الشوائب اللي جواه سبحان الله. دي جمال للحجر حاجة. سبحان الخالق. فين يا جماعة الأشكال والألوان؟
سبحان الله. يا الله، يا الله على الجمال. ده حجر برضه عقيق. ده برضه حجر عقيق يعني. ده شوف الحجر ده، الحجر ده مقسوم نصين. شوف الحجر كله مقسوم نصين، نص فاتح ونص غامق. سبحان الله. شوف سبحان الله، شوف جمال وألوان الأحجار. سبحان الله. ده برضه حجر عقيق. هو مش محتاج احطه على الضوء بصراحة، هو بيتوهج بالضوء لوحده. سبحان الله، برضه جاي طبقات. حجر من العقيق برضه.
سبحان الله. سبحان الله، الأشكال وألوان ورسومات وحاجات. سبحان الخالق عز وجل. ايه يا جانا؟ سبحان الله، ده حجر عقيق مصور برضه. سبحان الله، سبحان الخالق. ده حجر عقيق برضه، حجر عقيق جزعي. يلا يا جماعة، قبل ما نخلص الفيديو النهاردة، عايزكم بقى تقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات. يلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.